بتبدأ حكايتنا مع شاب بيكون ابن لأقوى نبيل في المملكة، ولكنه يعتبر ابن غير شرعي، فتركوا أبوه وصار يعيش أسوأ حياة ممكن تتخيلها. كل واحد في المملكة صار إما يتنمر عليه أو بيعامله أحقر معاملة، بس كان عنده موهبة وهي تعتبر أفضل مهارة في مملكته، لأنه مهما كانت حالتك الاجتماعية المهارة دي بتخليك تعيش زي الملوك، وهي مهارة الشفاء. وأي واحد معه هالمهارة بيقدر يتخصص فيها ويحترفها ويصير اسمه المعالج أو المعالج. فكان بدرس وبيجتهد في محاولة انه يحترف سحر الشفاء اللي تعتبر المهارة الوحيدة اللي عنده، والسبيل الوحيد اللي يخلي كل واحد يتنمر عليه يرجع يحترمه كابن للنبيل اللي تخلى عنه. وبالرغم من اجتهاده الكبير في دراسته الا انه يجيب اسوأ علامة في امتحان التخرج، حتى اقل رتبة لاتفه معالج اللي هي رتبة اف ما قدر يوصل لها، فاضطر انه يشتغل كخادم في عيادتهم ليحاول يتعلم من المعالجين، لعل وعسى بيتحسن مع الوقت، ولكنه ما سلم من تنمر المعالجين المستمر عليه. وبيسألوه انت ليش انولدت كابن لذاك الشخص؟ ولكن وهو قاعد بيشتغل فجأة وبدون سابق انذار بتظهر له شاشة زرقاء مكتوب عليها تم ايقاف قدراتك واصبحت لاعبا بتخصص الجراح. وهو مستغرب من اللي بيشوفه وبيحكي انا بهلوس لاني اشتغلت كثير ولا شو بالضبط. وطبعا ما فهم لا كلمة الجراح ولا اللاعب وكمل شغله ولا كأنه صار اشي. بس فجأة اشتغلت وضعية الفي ار عنده ودخل في غرفة عمليات وفي نص العملية كمان، واللي قدامه بيحكي كيف وضع اعضائه الحيوية، والثاني برد عليه في نزيف كثير، والثالث برد بلش عملية نقل الدم. طبعا الافندي صافن مش فاهم شو اللي عم بيصير، بيسمع مصطلحات اول مرة بيسمعها لكنه عارف شو معناتها وشو وظيفتها، فاستوعب بعدين انه هون هو دكتور مش معالج، واللي بيشوفه حاليا هي عملية جراحية لاستئصال الطحال. فهنا تعلم انه بيقدر ينقذ المريض بالعمليات الطبية مش بس عن طريق سحر الشفاء اللي ما قدر يحترف. فبعد ما صحي من وضعية الفي ار اللي كان فيها وصار بيحكي عنها انها طريقة علاج وحشية، وانه من خلال العملية بده يشق بطن المريض الخ الخ الخ. كويس انه حلم تافه لا اكثر، ولكن حكى انه اي مريض في قارة لابنتانيا ما نقدر نعالجه بسحر الشفاء نقدر نستخدم الوسائل الطبية لننقذهم. وبعدها طلعت له الشاشة بتهنيه على مهارته الجديدة، وانه هذه المهارة تصنيفها تريبل اس، وبعدها تحكي له شيك على شاشة الحالة، ففعلا بيحكيها وتطلع له شاشة الحالة تبعته، وانه لساته بالمستوى الواحد وبأقل المهارات على الكرة الارضية، بس معه مجموعة مهارات زي المهارات الأكاديمية والمهارات المميزة. وبعدها الشاشة تنصحه بأنه يرفع مستواه ويكتسب الخبرة عن طريق معالجته لأي مريض، وأنه ما في حدود لتطوير مهارات، يعني هون بيقدر يتطور ويصير ليفل مليون عادي مش فارقة مع السيستم اللي عنده. بس بعد ما لم نفسه شويتين دخل عليه واحد بيحكي له شو اللي مقعدك لهسه، قوم انقلع تحرك خلص. والحزين برد عليه معلش هين بدي اروح هسه. ورجع قال له لا فيش داعي تروح، ورزت عليه شوية اواعي وسخة وحكى له انت والزبالة لابقين لبعض، دام انه مهارتك في الشفاء اقل حتى من مستوى الاف، كل اللي تقدر تسوي انك تنظف عيادتنا الراقيه. واجا وراه باقي الشعب ليكملوا تنمرهم، اللي بيحكي فاشل مثير للشفقه، واللي بيحكي له ريحتك زباله، واللي بيحكي ما بيعرف مكاتب هالعياده. وطبعا في بعضهم بيحاولوا يهدوا الوضع، بس عادي دامه انه ابن غير شرعي ما بيقدر يعمل لهم اي مليم. طبعا ابوه هو اللي خلاه يشتغل في العياده هاي، فصاروا يزتوا عليه حكي من ورا هالشغله. اجا واحد بينادي عليه وبنعرف هون انه اسمه ليمون، بيحكي له رئيس العيادة لانجس بده يحكي معاك بشغلة. فطبعا بيستقبله الرئيس بمرحبا يا زميلي الأكبر، لأنه الرئيس بيعتبر أصغر منه، فهون قاعد بيهينه تقريبا إنه أنا الرئيس وأحسن منك مع إني أنا أصغر منك وزي هيك. المهم فلانجس بيحكي له صار لك 5 سنين بالعيادة ولساتك في مرحلة التدريب، بالعادة الموضوع بياخد 2 سنين عشان تخلص تدريبك، بس أنت 5 وأنا اللي جيت بعدك بسنة، صرت المعالج من الفئة بي وفوقها رئيس للعيادة. فالحزين لما قاعد بيسلك له مشان ما يطردوا او يعمل له اشي مش منيح. فقام حكى له الرئيس انا وباقي المعالجين الرسميين قررنا انه مهارتك الزباله هاي ما الك اي مؤهل انك تكون معالج، بالعربي اطلع برا العياده. وحكى له من اليوم وطالع بسحب منك متطلباتك كمدرب، فاطلع لو سمحت وسيبك من الشغله هاي. طبعا الحزين عم بترجاه ليغير قراره، وعم بحكي له هون لولا حاله اهلك ما كان خليتك هون من بعد اول سنه من الاساس. فالحزين المتحسر غرق بالاحزان والمآسي، بس الشاشه طلعت له حكت له تقدر تعالج اي حدا بمهارة الجراح. فهون قرر يتحدى الرئيس وبيحكي له انه راح اعالج اي مريض بدك مني اعالجه. فبيرد عليه كيف بالضبط، فحكى له جيب لي اي مريض بيخطر على بالك وراح اثبت لك اني بقدر اعالجه. فالثاني صار بيرد عليه انت باخذ الشغله كانها لعبه اطفال مش هيك، بس ماشي عند المريض المناسب لك، اذا قدرت تعالجه انسى كل الحكي اللي صار قبل شوي. فشكره وطلع ليروح على المريض ويخلص من هالورطه. راح لشارع اسمه شارع رانكن ووصل وهو متوتر ما بيعرف اذا راح تزبط معه
معه أصلا ولا لا، لأنه هاي أول زيارة شخصية لأول مريض في حياته. وفوقها لو خسر هالفرصة راح تروح عليه فرصته الأخيرة لامتحان التخرج ليصير معالج. بس بوصل لعند الباب انفتح الباب بوجهه، والثانية بتسأله مين أنت؟ بس بعد ما شافت الأوراق ركضت له زي المجنونة وحكت له أنت من عيادة بيلينغ مش هيك؟ ونادت أمه وحكت له إنه أجالهم المعالج أخيرا. الأم ما صدقت من الصدمة، بس الأفندي قام وعرف عن نفسه بصفة متدرب مش معالج رسمي. بس هي ما اهتمت وحكت له عادي، المهم إنك تنقذ زوجي وتعالجه من مرضه. طبعا العيادة ما قدرت تتكفل بعلاجهم أبد، لأنه العيادة طلبت منهم مبلغ كبير عليهم، فطبعا ما وافقوا يعالجوا هالعائلة الفقيرة فسحبوا عليهم. المهم المرض اللي عند زوج الولية هي إصابة في منطقة الردفان أو منطقة العضل. المرض يعتبر صعب عندهم، وأنه علاجه بيتطلب معالج من الرتبة بي أو أعلى. فهنا عرفنا ليش هاي الأسرة الحزينة ما قدرت تتدبر مصاريف العلاج. ومن هنا ليمون افتكر حاله وهو صغير لما كان بيحاول يدور على أي حدا يقدر يساعده في المصاريف عشان يقدر يعالج أمه. فصار السيناريو متكرر قدامه بهالعيلة، ففورا حكى لهم وين المريض مشان يشخص، والشاشة طلعت له بيحكي له إنك اتطوعت لعلاج مريض، ابلع بونص ونقاط مهارة. ونقاط المهارة يتم استخدامها لتعزيز أي مهارة موجودة في حياتك، وتقدر تحصل على النقاط من خلال أي إنجاز جديد سويته. وبعدها طلعت له شاشة المهمة، شرط تحقيقها هي إنه يعالج مريضه الأول، والجائزة نقاط مهارة ورفع مستوى. فالبنت راحت تطمن أبوها إنه المعالج وصل، وهو لسه بحيرة وشك، بس قال لازم أنقذهم شو ما كلف. وتشجع وحكى دام معي مهارة الجراح راح أقدر أعالجه بدون أي مشاكل. وطلعت له الشاشة بمستوى الجراح، وهو حاليا بالمستوى 0 مكعب، وقديش في قيود كثير عليه بسبب مستواه الضعيف. بس حكى دام إنه راح أرفع مستواي بصير أحسن وأحسن، وإذا قدرت أعالج المرضى راح أصير معالج استثنائي. وأول ما دخل على المريض وعرف عن حاله إلا ويشوف الحالة المأساوية اللي وصلها، وبيحكي ليش الريحة هيك قوية، راح أنخنق من قوتها. طبعا هو مش عارف شو بده يحكي له بحكم إنه مريضه الأول، ونسي كل إشي كان بده يعمله أصلا. بس هون الشاشة تدخلت وتفاعلت عنده مهارة كانت موجودة معه أول ما كسب مهارة الجراح، اللي هي مهارة الهارت اوف ستيل أو قلب من حديد، بتخليه واثق من نفسه وما بيرتبك في أصعب الحالات. بعد ما هدي سألهم وين المنطقة اللي بيتألم منها، فحكت له إنه في خراج حوالين أرداف، الخراج اللي هو زي الدمل، وقاعدة بتكبر أكثر ولا راضية تخف، وصارت معه حمى حاليا ومش قادر إنه يطلع من سريره بالمرة. فأول إشي عمله قام يقيس نبض قلبه وضغط دمه. بعدها طلب منهم إنه يشيك على مكان الخراج أو الدمل. صار بيحكي مع إنه هذا المرض علاجه كثير صعب عنا كمعالجين، بس من وجهة نظر الطب الحديث إنه أبسط مرض ممكن تشوفه بحياتك كجراح. الزوجة صارت تسأله إذا في إمكانية لعلاجه، لأنه العيادة حكت إنه بس المعالجين ذوي الرتب العالية اللي بيقدروا ينقذوه. فرد عليهم بقدر أعالجه، والثانية تحكي له جد، بس حكى لهم إنه بده مساعدتهم. فوافقوا وحكت له شو نعمل بالضبط. فحكى لها حضري مية نظيفة عن طريق إنك تغليها وتبرديها، كمان سكينة نظيفة وحادة. طبعا الزوجة استغربت بتحكي له سكينة، والثاني برد عليها وحميها بالنار كمان. فالثانية بتسأله وهي مرتبكة شو نوع العلاج اللي راح تستعمل، فرد عليها إنه راح يبلش عملية جراحية. البنت بتسأل شو هي الجراحة بالضبط، والأم بترد عليها إنها مش عارفة بالضبط شو هي جراحة جراحية، أول مرة أسمع بهالمصطلح. فإجا يبلش يفتح الخراج، إلا والزوجة انفجعت ومسكته بتحكي له شو اللي عم تعمله يا دكتور. فبيرد عليها إنه قاعد بيعالج، والثانية بتحكي له ليش بتستخدم السكين لتقطع لحمه، مش المفروض تستعمل سحر العلاج. فرد عليها وحكى لها يا مدى بأكد لك إني راح أعالجه، فلو سمحتي خلي عندك ثقة فيه، وبضلك انك انت وبنتك راح تقعدوا معه. بس بعد هيك رجع يكمل وحكى انه لازم ما يرتكب اي غلطة عشان تنجح العملية، واسترجع شوي من اللي صار معه في عالم الفي ار اللي كان فيه اول مرة، وحكى انه دام معي مهارة الجراح ومعي علم بكيفية ازالة الخراج فالامور تمام، وهي ابسط اشي في علوم الجراحة، فانه اغلط فيها حيكون اشي كثير محرج بالنسبة لي كجراح. فطبعا قطع الخراج ونزل العجب اللي هو السائل الغريب هذا، والاهل يراقبون بصمت. وبعدها بيحكي مع حال شد حيلك يا ريموند، استنى شوي دقيقة، هو اسمه ريموند ولا ليمون؟ المهم وامشي على اللي تعلمته في الجراحة يا ريموند. استعمل الخرقة النظيفة لنشيل السوائل، وبعدها نستعمل مية معقمة لننظف اللي حوالين وجوات الخراج. بعدها نستعمل السكينة كمان لنقطع كل الجلد الميت، وخلص هيك نظفنا العفن كله. آخر اشي نستعمل دواء مصنوع من الأعشاب اللي فيها خصائص المضاد الحيوي على الجرح، وبس
وخلصنا. اجت الزوجة لتطمن على الوضع، فرد عليها تفضلي شيكي عليه، ويا للمنظر السعيد الذي امامنا يا جماعة الخير. بعدها صح الزوج ونادى بمرته، وطبعا ما صدقوا انه رجع بيحكي بعد ما كان حالته زي الزفت، وصاروا بيحكوا معه شوي. المهم اجى ريموند وحكى لهم بدي اشيك على الحمى، وبعد ما تاكد انها اختفت طمنهم انه راح يرجع سليم معافى بعد كم من يوم. الزوجة ضلت تشكر فيه ومش عارفة اصلا كيف تعبر عن شكرها، فحكى لها عادي هذا الواجب ولو. فردت عليه مش بس هيك، الاشي اللي عملته ما حدا حيسويه لو شو، ما بتعرف كم عيادة مريت عليها عشان احاول انقذ، كلهم بيحكوا لي ما معي المبلغ الكافي عشان نقدر نعالجه، بس بسببك ما خسرت زوجي، فانت المنقذ لعائلتنا. وطبعا الحزين استحى وخدوده حمرت يا عيني يا قلبي، وركضت بنتها عليه وحضرت. وطبعا هو ما عمره سمع حدا يحكي له كلمة شكر او امتنان او حدا يحضنه اصلا، فلما سمعها لاول مرة وحس بالاحساس هذا حس بشعور الفرح بعد علاج المريض. بعد ما خلص رجع لرئيسه وحكى له دون يا مدير خلصت. فالتاني برد عليه بتحكي له بتكذبش علي انت التاني، كيف الواحد بقدرات علاجية زبالة زيك قدر يعالج المرض؟ فطبعا هو كان مستعد لهذا النوع من الرد بحكم انه تحت الفئة اف اصلا. وكمل حكي مع حاله وقال انه القوة في سحر الشفاء مش بس انك تحط ايدك على المريض وتشفيه، في لابنتينيا اللي هو اسم القارة تاعتهم سحر الشفاء بيعزز قدرات الشفاء للجسم، وبسببها بيكون الجسم قادر على شفاء نفسه من اي اعراض وامراض متنوعة، لكنها مش فعالة لكل الامراض. مثال ذلك الخراج اللي كان على ارداف المريض، شو ما اعطيته من سحر الشفاء ما راح تنفع له بنص ريال حتى. وكمل حكي مع حاله إلى ما رئيسه قاطعه وقال راح أشيك على المريض بنفسي، وإذا كذبت علي راح أكد لك بأنك ما راح تطلع منها على خير، فاستعد. فلافدي قاعد بيطمن حاله إنه ما عمل إشي غلط وعادي، شيك عليه زي ما بدك. والشاشة طلعت له وعطت له جوائز إكمال مهمته الأولى، وحكت له إنه لو وصل لمستوى 40 راح يرتفع مرتبته. هو حاليا برتبة مقيم مبتدئ، ولو وصل لمستوى 40 راح تصير رتبته مقيم متدرب، فكل ما رفع مستواه راح يرتفع ترتيبه لإشي أحسن وأحسن، من مقيم لطبيب لمتخصص لبروفيسور. وبعدها شاف نقاط الحالة وعم بيسأل حاله شو أهميته، وبعدها شاف شرح لكل الحالات الموجودة معه اللي هم قدرة الاحتمال والإحساس والذكاء، وفي حالة رابعة لكن مش معروفة بحكم انه ما استكمل المتطلبات ليقدر يفتحها. فبعد مناقشات قرر يرفع نقاط الاحساس عنده، وصار بيحكي مع نفسه لو كملت على هذا المنوال راح اقدر اوصل لمراتب اعلى واعلى، وبقدر اصير افضل معالج في القارة. بس قطع عليه الرئيس وحبل افكاره وحكى له انت اكيد محظوظ كثير بما انه المريض تعافى من لحاله اصلا، وبما انه الوعد وعد راح اعطيك فرصتك، راح اعطيك 15 يوم لتثبت لي نفسك هون في غرفة الاغاثة الطبية، فما تعتمد على حظك كثير. وطبعا الغرفة هاي هي نفسها غرفة الطوارئ في المستشفى بس هو مسميها الإغاثة الطبية. وبما انه راح يعالج مرضى فشافها فرصة كبيرة له ليرفع مستواه، بما انه اصلا بيحتاج لمرضى عشان يقدر يرفع من ليفله. بس المشكلة مع الطاقم الطبي اللي ممكن ما حيتقبلوه بحكم انه فاشل كبير اصلا. فخبطوا واحد وحكى له قوم فز انقلع عن الطريق، وصاروا يرزتوا عليه حكي ورا حكي، اللي بيحكي له كيف بده يعالج، واللي بيحكي ليش بيحوم حوالين العيادة، واللي حكى ليش ما انطرد لهسه. واحد زت له خرقه وحكى له سيبك من المرضى احسن لك واشتغل لك بهاي. حتى الطاقم الطبي مش معطينه فرصه ليكشف على المرضى، اذا ما قدر يعالج المرضى خلال 15 يوم راح تنتهي مسيرته المهنيه. فايش اللي حيصير مع ريموند سينسي؟ اذا عجبك الملخص لا تنسى اللايك والاشتراك، واذا حابين ننزل الجزء الثاني اعمل شير الفيديو، فرجونا تفاعلكم عليه. وبس دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.